بالنسبة لمقاطعة المنتجات السعودية والبراندات السعودية والاستثمارات في السعودية بصفة عامة، أنا ضد. طبعا هذه وجهة نظري، تقبلها ترفضها، طبعا احنا نأخذ الرأي والرأي الآخر. أنا بالنسبة لي ضد لأمرين. الأمر الأول أنها تصب في الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية، وكل منا يتمنى الناتج المحلي يوصل 5 تريليون، ما هو بس تريليون و300 مليون، ما شاء الله تبارك الله. فهذا أمر. الأمر الثاني إنها فاتحة بيوت سعوديين وسعوديات، والموظفين اللي فيها سعوديين وسعوديات. أنا يجيني واحد من عيالي يقول لي يا أبوي دحين نقاطع المنتج اللي أنتم خابرينه. قلت استفتي عقلك. قال كيف؟ قلت له أنك موظف هناك تتمنى تقاطع المنتج اللي أنت تبيع فيه أو البراند؟ قال لا. قلت ليه؟ قال إذا تقاطع، إذا قاطعوه بيقفل، وإذا قفل بيطردوني يفصلوني من العمل، وبعدين يتقفل وضعي كامل، يعني النفسية كلها تتقفل. فموضوع أن مقاطعة البراند السعودي أو المنتج السعودي أو أي مستثمر إن شاء الله أجنبي في السعودية وموظف سعوديين وناتج المحلي أو الناتج منه يصب في الناتج المحلي للدولة، هذا أنا ضده. أنا مع المقاطعة في شيء يغلى سعره، إذا غلى ثمنه قاطعوه ينزل سعره، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. غير كذا أنا ضد المقاطعة. ما أدري يعجبكم وجهة نظري ولا ما تعجبكم؟ بغض النظر عن فهم كلام يزيد الراجحي صح ولا خطأ، أو أنه كان قاصد أو غير قاصد، أنا ما علي من يزيد الراجحي. أنا إذا أبا زعلان من يزيد الراجحي أروح له في سنابه وعاتب يزيد الراجحي، لكن ما أقاطع المنتجات نهائيا بأي حال من الأحوال، وخصوصا سعر منافس بالنسبة للأسواق. يعني حنا ندور الأسعار المنافسة اللي تراعي وضع الشعب السعودي والاقتصاد، مو ندور الأسعار الغالية. فهذا سعر منافس ومنتج جيد، ما في داعي ان نقاطعه عشان زعلنا من كلام قاله، ما ندري الكلام اللي قاله هو يقصده ولا ما يقصده، هذا شيء يرجع له. ولا بغض النظر احنا فهمناه صح ولا غلط، لكن الواحد طبعا احنا السعوديين شعب كريم، والكريم دائما يدمح الزلة، حتى لو ما كان في زلة ويعتبرها زلة يدمحها، وخصوصا إذا جات من شخص ينتمي لعائلة مثل عائلة الراجحي. أنا في السناب الثانية راح أعلمكم بمنتجات عائلته، بمشاريع عائلة الراجحي الخيرية داخل المملكة، وراح تنبهرون بصراحة لأنكم كرام. والرجال يعني الله يرحم اللي مات ويطول عمر اللي حي، ما قصروا مع الشعب السعودي من واجبهم تجاه دولتهم وتجاه شعبهم. فوالله العظيم إني أقرأ الحين شيء غير طبيعي، يعني شيء مو معقول، لكن الله يجزاهم بالخير يكتب لهم الأجر والثواب. فلذلك احنا ندمح إذا جاءت الزلة من كريم وبن كرام، هذا إذا كان في زلة من أساسه. انتظروني في السناب الثاني.